سيد ميخائيل، انتهى الاستفتاء في مصر. حركة 6 أبريل تدعو الآن إلى تظاهرات مجددا. باعتقادكم ماذا ينتظر مصر في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما أنه يجري الحديث عن انتخابات نيابية خلال الشهرين المقبلين؟ أعتقد أن المواجهة بين السلطة والمعارضة المصرية لم تنتهي بعد، فكما نعلم أن حوالي 30% من سكان مصر شاركوا في الاستفتاء، وهذه تعتبر نسبة قليلة قياسا مع عدد السكان، وهذا بشير إلى أن الذين شاركوا هم الأكثر حماسة. ومن جهة أخرى هذه النسبة لا تعكس شرعية هذا الاستفتاء. حسنا، كما تعلمون أن مصر تلعب دورا كبيرا في الوطن العربي، هل تعتقدون أن ما يجري حاليا في مصر سيؤثر على الدول العربية الأخرى؟ بغض النظر عن نجاح هذه التجربة المصرية أم لا، فإن ذلك سيكون له تأثير على العالم العربي، وتحديدا على حركات الإخوان المسلمين في الدول العربية الأخرى. انطلاقا من ذلك، أعتقد أن الرئيس المصري ومؤيديه سيحاولون تحقيق نتائج إيجابية، وكما نعرف فإن الرئيس مرسي حصل على 25% من الأصوات في الجولة الأولى، ومن ثم فاز بالجولة الثانية، وهذا يعني أن الشعب كان يريد التغيير. ولكن على الرئيس مرسي أن يدرك أن ليس كل من اقترع له يريد بناء نظام إسلامي في مصر، إنما الأغلبية باعتقادي تريد نظاما عصريا وعادلا وديمقراطيا مغايرا لنظام حسني مبارك. سؤال أخير، انطلاقا من خبرتكم في الوضع المصري وانطلاقا مما يجري حاليا في مصر إلى أين؟ أعتقد أن مصر قادمة على مرحلة صعبة. نعم، الاستفتاء جرى، وشكليا تم اعتماد دستور جديد للبلاد، ونظرا لضعف المشاركة فعلى الإخوان المسلمين أن يأخذوا بعين الاعتبار الآراء المختلفة. ولكن من وجهة نظر إن كل شيء يتعلق بالسياسة التي سيتبعها الرئيس مرسي، وأيضا هناك الانتخابات البرلمانية القادمة ويجب أن نرى نتائجها. وإذا ما حاولت السلطة اعتماد النظام الإسلامي فأعتقد أن الاحتقان سيستمر في الشارع المصري. وهنا أود أن أشير إلى المؤسسة العسكرية، فهي لم تقل كلمتها بعد ولا تزال صامتة إلى الآن. ولكن إذا استمر الاحتقان داخل المجتمع المصري فأنا لا أستبعد أبدا دخول الجيش إلى مسرح السياسة في مصر.